السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم احوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبألف صحة وعافية، ورمضان كريم علينا وعليكم، وان شاء الله تصوموا وتفطروا على الف خير ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صيام وقيام وصالح الاعمال. المهم الفيديو الليل عن الزراعة، وزي ما عارفيني أنا خلاص بقيت مزارعة منزلية، بحب الزراعة جدا جدا. فالمهم عندي حديقة كده صغيرونة في البيت، وبحب أزرع فيها على حسب المواسم. وطالما نحن في الصيف زرعت كمية كان من الخضروات زي ما شفتوا كان في الفيديوهات اللي فاتت لما ابتدينا كده في الصيف. فالمهم الفيديو ده حوريكم بعض الأشياء اللي حصلتها يعني في البداية حسي. وبرضو زرعت كمية تانية عشان دايرة بس استغل الصيف، والاشياء اللي ممكن احصدها بسرعة بحصدها، وممكن ازرع اشياء تانية. فالليلة حنشوف وحنعمل جولة كده بسيطة في الحديقة للناس اللي بتحب الزراعة، نشوف زارعة شنو وححصد شنو وهرجع تاني ازرع شنو، وان شاء الله تستمتعوا بالفيديو. طبعا هسي كده في الحديقة، وهنا في الكرتونة جبت بعض الأشياء، يعني أنا أصلا زارعة كمية من الحاجات حسي بوريكم، لكن شنو برضو حبيت أضيف أشياء زيادة. هنا في الكرتونة عندي فلفلية، طماطماية، وعندي برضو طماطم أسود. وهنا كنت زارعة ورود برضو من البذور، من بقول شنو رديف والألوان الطيف كان في السودان زمان أمي بتزرع كتير، كان يعني وخالاتي برضو ألوان الطيف وكده. فالمهم السنة دي حاولت أجرب أزرع برضو شوية من ألوان الطيف، لكن شنو في بعد منتظرة بس أشوف يعني لو نجحت. لكن دي جبتها كده من بانينجز، شتل عبارة عن ثمانية قطعات أظن. فالمهم دايرة أزرعها هنا في حتات أماكن مختلفة يعني في الحديقة. وبرضو هنا جبت لي شوية زيادة من الخز والبصل الأخضر، حسي دايرة أحسد باقي البصل الأخضر زي ما قلت لكم. فالمهم فكنت زارعة بصل الأخضر من قبل كم أسبوع، فما شاء الله يعني أكلنا منه كتير، وحسي دايرة أحسده برضو. فجبت لي هنا شوية عشان أزرع في نفس الأماكن اللي حسي بعد شوية بحسد منه. وهنا ما أعرف ليه أنا زرعت هنا القرعة يعني في عصيص الصغيرون ده. فكنت زارعة قرعة في صناديق كبيرة كان السنة اللي قبل اللي فاتت، وقامت ما شاء الله يعني، فنوع كده يعني صغار. فالمهم هنا بعد ما جبت ديل وحسيت انه في الفترة اللي كنت دايرة ازرع يعني كنت عيانة شديد، فالمهم بس خزيتهم هنا في العسيس الصغيرون ده، لكن احتمال احولهم يعني في عصايص كبيرة شوية. وهنا برضو عندي قطعة نعناع، فالمهم زرعت كمية من النعناع في عصايص شوية كبيرة، لكن كان عندي حاجة بسيطة برضو زرعتها هنا. ويلا نشوف باقي الحديقة. فهنا زي ما شايفين برضو عندنا برضو في الفترة الأخيرة زرعت شريف، في جزء زرعت قبل فقاموا كبار حسي ما شاء الله زي ما شايفين، والجزء هنا ديل صغار يا دوب كده زرعتهم برضو، يعني ما فرقت. أنا يعني عمدا كده زرعتهم في أزمان مختلفة على أساس إنه بعدين لما نحصد ممكن نحصد الجزء الأول وتاني ننتظر بعد فترة تاني برضو بيكون عندنا يعني كمية كافية ممكن نحصدها. هنا زرعت زي ما شايفين الجرجير، والجرجير أنا كالعادة ما بحب أزرع جرجير في كل حتة، في حتة معينة كده وبس يعني بناكل منه. وهنا زي ما شايفين بيقوم سريع سريع شديد، فحتى هنا زي ما شايفين خلاص يعني ابتدى يعمل بذور. فالمهم لازم أحسد كل الجرجير الموجود هنا، وفي محله داير أزرع أظن طماطماية ولا طماطم أسود، على أساس إنه بس أستغل الحتة وأزرع حاجة تانية يعني، في حين إنه أنا ممكن أزرع جرجير طول السنة، لكن في أشياء بسيطة لازم أزرعها بس يعني حسي في الموسم، فداير أستغل كل الأماكن أزرع أشياء بتاعت الصيف أكتر حاجة. زي ما شايفين لازم أحسد الكمية دي. وهناك برضو عندنا كمية زي ما شايفين، هنا كمية بتاعت شريف برضو. وأنا بزرع كالآتي، هنا عندنا زهر الشمس من ورا لسه يعني ما عارفة ليه جزء لسه ما قاموا، وهنا قدام عندنا شريف
لانه ديل بيكونوا طوال يعني، وقدامهم في خز وفي بصل الاخضر واشياء تانية يعني. فهنا في الحتة دي زارعين كل النباتات دي، وهنا عشان تشوفوا الحديقة كاملة. فانا بحب ازرع بجد جدا في الصيف بالذات، ممتع بالنسبة لي لانه ممكن اجي واقعد برا هنا. وزي ما شايفين القش اصفر لانه رشينا مواد عشان نقتل القش، لانه القش اللي عندنا في الحديقة بيقوم كبار وطوال شديد يعني، ويدز عديل كده يعني، ما بس قش. فالمهم رشينا المحل وكمان كتل كل القش يعني. فزي ما شايفين الصفار، ولكن بس يعني عملت حسابي انه ما ارش باقي الخضروات يعني. وهنا كل الخضروات هنشوف. اول هنا يا هدي قعدتي السمحة، بحب اقعد هنا ويعني بتكيف جدا. وبعدين لما كل الخضروات دي يعني تقوم كده وتطول، كلنا بنحب نجي نقعد هنا في الفترة المسائية ونستمتع. دلوقتي احنا في ملبن هنا الجو ممكن يكون حار، في نفس الوقت نفس اليوم بمطر. الليلة كان الصباح كمية من المطر، لكن هسه زي ما شايفين الوقت حارة. فبحب انه شنو اجيب فرشتي هنا، ومرات بنكون قاعدين ناكل وحسي دايرة اشتغل شوية كده في اللابتوب، وجبت برضو مخداتي. فالمهم بقعد هنا وبستمتع بالجو، لانه ما ندر يعني القى فرصة عشان اجي اقعد هنا واغير جو يعني. وهنا برضو في نفس المكان زرعت كمية من الخز، بس تحت الجرجير هنا زرعت كمية من الخز كان، وحسدناه واكلناه يعني. الخز بيقوم بسرعة. فالمهم جبت تاني كمية وزرعت هنا بس تحت الجرجير، على اساس انه برضو في الفترات الجاية ولا الاسابيع الجاية برضو بنلقى كمية عشان ما نحصدها. في نفس الوقت زي ما شايفين هنا برضو في كمية من الخز برضو دايرة احسد الكمية دي، وفي كمية في مكان تاني برضو وراي اشياء تانية يعني. زي ما قلت لكم دايرة ازرع زيادة طماطم اسود يا طماطم وكده. وهنا برضو عندنا كمية من البصل الاخضر. فزي ما شايفين هنا كمية بسيطة وما طالت شديد، لكن يعني برضو خلاص يعني كفاية. برضو دايرة احسد الكمية اللي هنا موجودة، وفي محلها ازرع يعني اشياء تانية. وتحت البصل برضو مباشرة تحت هنا برضو انا زارعة كمية زيادة من الخز. انا طبعا بحب السلطة جدا، انا وزوجي ابو امنا الاثنين بنحب السلطة، فبنحب الخز والبصل الاخضر، فما بفوت نهاية يعني. طوالي بلقى نفسي شنو زارعة. وهنا برضو الكمية الثانية من الجرجير اللي لازم احسدها على اساس انه ازرع في محل دي اشياء تانية يعني. هنا عندنا الروز. فالمهم لما جبتها كانت صغيرونة زرعتها، لكن ما افتكرتها يعني ممكن تكبر قدر دي. فهنا كمية من الورود، لكن شنو لازم اعمل لها كده عيدان يعني عشان تقف ليا بالطول شوية. هسه كده مترقدة نوع كده معين. المهم انا ما كان فرقت معي، بس كنت دايرة اجرب ورود في الحديقة، فالمهم جبتها. وهنا عندنا شتة زرعتها حسي لها 3 سنين، ودائما بتنتج لنا كمية من الشطة. انا بحب الشطة الخضراء، كنت بحب الحمراء برضو، لكن يعني لظروف صحية بقيت شنو اكل الخضراء. فمنتظرة برضو على اساس انه خلاص يعني بعدين اقدر احسد من الشطة. وهنا زي ما شايفين برضو كمية. وورا الشطة هنا طوالي برضو زارعة هنا شريف يا الزرع، وزارع هنا زرع الصفوف بتاعت الزرع. يلا ورا الزرع برضو زارع هناك زهر الشمس. وهنا برضو عندنا الكمية دي من زهر الشمس، وزي ما شايفين دي قامت حسي خلاص طالت. وبرضو كمية من الزرع زارع كمية يعني صف طويل للنهاية. وهنا برضو عندنا طماطم اسود، وعندنا الريحان، وزرعت برضو شوية ورود. وهنا عندنا كمية من البصل برضو زي ما شايفين. خلاص لازم احسد البصل عشان ما يخرب ليا للسلطة. وفي محله برضو باجي بزرع تاني يعني الكمية الحسي وريتكم. وهنا عندنا الشمار. الشمار ده ما زرعته، لكن كان السنة اللي فاتت في كمية هنا، فبس البذور قامت تاني. وعندنا شوية ورود زرعهم هنا، وبرضو تاني كمية من الشريف. وهنا في الحوض ده برضو زي ما شايفين عندنا الخز، برضو دايرة احسد الكمية دي عشان في المحلة دي دايرة ازرع برضو خز يا كمان بقول شنو بصل الاخضر ولا كده ولا اي حاجة تانية ولا فلفلية.
وبرضو كمية من الذرة. وهنا عندنا طماطماية، طبعا بحب الطماطم وزارعة طماطم في أماكن مختلفة برضو. وهنا برضو عندنا الجرجير ودايرة أحسد الجزئية هنا عندنا شوية برود، شوية طماطم، وشوية برضو من الذرة وزهر الشمس والعباد الشمس والطماطم، بس يعني كمية من الورود. دي حتة كده ورانية شديد، فقلت شنو بس أزرع كمية كده من الحاجات وأشوف. يعني هنا في الحتة دي زي ما شايفين هنا قريب ده بس برضو في الحتة دي زرعت برضو بس الأخضر زي ما شايفين لسه صغار، وزرعت برضو البقدونس. وهنا عندي شوية ورود وبرضو كمية من الذرة وزهر الشمس. وهنا عندنا الطماطم وخلاص ابتدت تنتج زي ما شايفين. عندنا هنا طماطم صغار كده ما شاء الله. وهنا برضو السنة اللي فاتت يعني زرعت برضو كمية لكن ما انتجت ليا لانه ما اهتميت كتير، ولانه كنت حامل وتعبان وشنو، فالمهم ما راعيت عليهم كتير يعني، فعشان كده ما انتجوا كمية، فحصدت حاجة بسيطة. وهناك برضو زي ما شايفين عندنا برضو شوية شمار، وبرضو معظم الشمار هنا ما زرعته، بس يعني من الكمية بتاعت السنة اللي فاتت البذور اللي حتتت قامت يعني. فهنا برضو عندنا بحب أزرع شوية ورود ما بين النباتات عشان تساعد بعدين مع النهل ونقل البولن وكده. وهنا برضو عندنا طماطم بدأت تنور، وبرضو كمية هنا كبيرة برضو من الجرجير، فبرضو بحسد كل الكمية دي عشان في حتة أزرع حاجة تانية. داير أزرع فلفل، وهنا زي ما شايفين عندنا برضو فلفلية كابسيكم. فالمهم دايرة برضو في محل الجرجير أجي عشان ما برضو أزرع كمية تانية هنا. وبرضو عندنا كمية من الذرة وزهر الشمس. وبرضو هنا عندنا شوية من بقول شنو، عندنا طماطم الأسود قطعة واحدة، وعندنا بس ورود يعني. وهنا عندنا طماطماية، وداير أنضف الحوض ده زي ما شايفين تعبان شديد، وبس زرعت بعد الورود وبعد الذرة وزهر الشمس والبقدونس وكده يعني. فالمهم الحتة دي داير رعاية شوية، لكن يا هدي الأشياء الحسي وريتكم بتاعت المكان ده. هنا أول حاجة عندنا شجرة ليمونة. أنا جبت الليمونة دي تقريبا قبل 3 سنين، لكن ما اهتميت كتير وخطيتها في عصيص وبس يعني قاعدة وما مهتمة شديد، وبفكر كل سنة ليه ما بتنتج. فالمهم قمت شنو حولتها في الأرض، قلت شنو أحولها في الأرض وأشوف يعني. وحسي كانت قبل ما أحولها قبل شهر ولا حاجة بس حولتها في الأرض كانت صفراء دي المشة تموت. فالمهم حولتها وكبت لها سماد بتاعت الليمون وشنو، وزرعتها هنا يعني. وجنبها هنا زرعت برضو شوية ورود، وبرضو الحوض محتاج نظافة زي ما شايفين. وهنا زرعت برضو شطة. وهنا برضو عندنا طماطماية، وورا عندنا جرجير برضو دايرة أحسد الكمية الموجودة هنا بتاع الجرجير يعني كمية كبيرة دايرة أحسدها. وزرعت هناك برضو الشريف. فالمهم بحسد الكمية دي، وفي المحل ده بزرع أشياء تانية. ففي الحتة دي عشان كنت زارعة يعني قبل ما أزرع في الأماكن التانية، عشان كده زي ما شايفين. فيلا بينا هسي نحسد الكميات المحتاجين ليها علشان ما نزرع باقي الأشياء اللي جبتها. فالمهم نبتدي أول حاجة نحسد كل الكمية دي. كنت دايرة أحسد شوية شوية يعني لحد الأيام الجاية لحد ما أخلص من كل الكمية دي، لكن بس حسيت إنه داير أكسب الزمن يعني وأزرع الكمية اللي جبتها حسي. فالمهم يلا بينا نحسد.
بحسب بدي معاي ناس اخواتي هناك في بيتنا. بكلم اخواتي يجي يشيلوا شوية لانه كمية كبيرة. انا زارعة اتنين مع بعض، كان ممكن ازرع يعني قطعة هنا الكمية اللي حصدتها من الخز وبرضو من البصل الأخضر. الكمية دي بجهزها بغسلها تمام، والخس كمان. حالات الزراعة في البيت حاجة جميلة، وبرضو ناكل مما نزرع، فحكاية ممتعة جدا بالنسبة لي طبعا والناس اللي بتحب الزراعة. وهنا كمان برضو زي ما شايفين عندي الكمية جبتها عشان أزرع يعني في نفس المكان، عشان أنا بس بحب البصل الأخضر والجرجير والطماطم كده، بحب الخضار من وأنا صغيرة يعني. فحسي لما بقيت أزرع يعني بعد الخضروات اللي بتقوم بسرعة، مثلا خس بياخد بس يعني 30 يوم وعادي ممكن خلاص تحصله، فما بياخد فترة طويلة يعني. وحتى البصل الأخضر يعني تقريبا 7 ولا 8 أسابيع عادي ممكن خلاص يعني تحصله وتاكله عادي. فعشان كده أنا من بداية الصيف زرعت كان كمية، وحسي دايرة برضو في نفس المكان، دايرة استغل الوقت لأنه لسه عندنا زمن. فبس جبت كمية تانية وزرعها هنا. فزي ما قلت لكم قبالك يعني ممكن أزرع 2 يا 1 في بعض الناس بيزرعوا يعني 6 حبات مع بعض ولا 5 حبات مع بعض، لكن أنا بس بحب أزرع قطعة لأنه حتى لما أجي بعدين عشان أحسب أنا ما بحسب الكمية كلها كده يعني. أنا بس حسبت الكمية دي كلها حسب الفيديو لأنه دايرة أستغل المكان عشان أزرع تاني، لكن غالبا بس بشيل مثلا قدر اللي عاوزين ناكله يعني مثلا في الفطور ولا الغدا ولا العشاء، فممكن أجي مثلا أشيل 3 ولا 4 قطعات للسلطة وبترك الباقي، لأنه أنا بس بحب يعني كل يوم لما داير أخد أكل بجي وبشيل من الخضروات الموجودة هنا يعني. بجد بتكيف عشان كده، بس يعني ما قاعدة أحسب الكمية كلها كده في حتة واحدة إلا في حالات زي دي يعني، عشان بس يعني داير أزرع كميات تانية. حتى الخس برضو لما أجي عشان أحسب غالبا بس يعني بحسب من الطرق وبخلي النبتة موجودة عشان تكون طرق تانية يعني، فممكن تنتج كمية يعني وما بحتاج إنه أزرع كمية أصلا، لأنه بس ممكن أشيل من الطرق. هذه الكمية زرعناها وهتكفينا لباقي الصيف. وبرضو الأماكن التانية بحسدها وبحاول أزرع كميات تانية ولا أشياء تانية زي الخز والجرجير وكده برضو.
والكمية اللي حسدناها هسي يا هذه كانت بدايتها. وهنا بس كنت أول الصيف وجهزت الأرضية وجبت تربة من بانينجز وضفت برضو الكومبوست وشوية سماد. ويلا هنا بس حبيت أزرع قطعتين مع بعض. طبعا المفترض انه نزرع قطعتين مع بعض على الاقل، لانه شنو ما في ضمان انه واحدة لو زرعناها برا كده تنجح يعني، فممكن نزرع حبتين مع بعض برضو افضل. فانا في البداية هنا بس زرعت حبتين كده مع بعض يعني برضو. وانا اصلا كده كويسة معاي، لانه لما اجي عشان احسد يعني للسلطة ممكن بس يعني اشيل الحبتين مع بعض يا حبة، ما فرقت معاي. لكن ما بحسب كمية كلها كده يعني من الأرضية عشان أخدها في التلاجة مثلا، عشان بس يعني نستغلها كده. لا، بحب انه بتديني يعني احساس جميل كده يعني لما اطلع الحديقة ويعني اشيل من خضرواتي، سواء كان من الطماطم، الجرجير، بصل الاخضر وكده، يعني احساس جميل انا بالنسبة لي خيطو. فعشان كده ما بحب انه احسد كل الخضار اللي عندي في الحديقة. بالعكس بترك كل الخضروات تكون موجودة وبناكل منها من هنا يعني. الا لو مثلا زي مثلا الطماطم، لو خلاص لازم نحسد الطماطم، بيكون عندنا كمية من الطماطم يعني، فلازم نحسدها عشان ما تخرب. في الحتة دي ممكن نحسد كل الكميات الموجودة يعني في الحديقة. لكن غير كده بتكيف جدا لما اجي واشيل قطعتين 3 4 حبات للسلطة وكده، يعني بحس انه باكل فريش يعني كده من الحديقة طوال يعني، واحساس جميل. وما اعرف لو حالة نفسية، لكن حتى بحس انه الطعم يعني بيفترق من اللي بنشتري من السوق يعني. وحتى البصل الاخضر قاعد احس انه القاعد ازرعه في البيت فيه طعم حراري كده يعني، ما زي اللي بنجيبه من السوق. وحتى الجرجير الطرق بتطلع كده عريضة وكبيرة زي اللي عندنا في السودان يعني، ما زي اللي ممكن نشتري هنا من السوق يعني من كوس ولا وولوس ولا ألدي. الطرق يعني بتكون كده رفيعة وصغيرة كده يعني. لكن اللي بنزرعها في البيت وننتظرها شوية نحسدها الوقت اللي احنا عاوزين، بلقى انه شنو الترك كبرت كده وبقت عريضة وبقت جميلة، وحتى عندها طعم حرارة كده يعني. وطالما انا غالبا شايف اني بزرع من الشتل، اكتشفت انه في بعض الاشياء ضروري نزرعها يعني من البذور وما من الشتل. زي مثلا الجزر، ضروري نزرع الجزر من البذور ما من الشتل. لو جبتوا الشتل، رغم انه عندهم شتل يعني هناك في بنينكس، وانا جبت السنة اللي فاتت وجربتها، لكن طلعت لي اشكال كده غريبة وبرضو يعني احجام كده غريبة. فضروري انه شنو في بعض الاشياء برضو نزرع من البذور افضل. فحابة السنة دي اجرب برضو الجزر. وفي انواع من الجزر، في انواع كده بس يعني في الصيف ممكن نزرعه، وفي انواع ممكن نزرعه طول السنة يعني. فانا حبيت اجرب النوعية بتاعت المواسم كلها يعني، ممكن ازرعها طول السنة. فداير اجرب، لانه جربت السنة اللي فاتت واستغربت. فالمهم لما عملت بحث فلقيت انه مفترض نزرع يعني من البذور بعض الاشياء. فالمهم هنا برضو حبيت ازرع شوية ورود، لانه الورود برضو مهمة جدا جدا في الحديقة، ما بس نزرع الخضروات، لانه الورود برضو بتجذب لنا يعني الحشرات المفيدة، وبرضو النحل وكده، عشان تساعد يعني في نقل البولن. فهنا كده كان الكمية اللي زرعناها. وهنا ما شاء الله زي ما شايفين خلاص حسدناه برضو، وأديت هناك ناس أمي وأخواتي وجاراتي برضو، فكان كمية. فما بس اللي وريتكم حسي، برضو تاني يوم كان حسدت كمية، لأنه أنا من البداية زرعت كان كمية يعني. فحبيت انه برضو اشارك الناس اللي حولي عشان برضو يستمتعوا بالخضروات اللي زرعتها. والناس اللي عندها نفس تزرع ومثلا ما عندكم حتات ولا مساحات كبيرة، وفي بعض الناس بيقولوا لي مثلا ان احنا ساكنين في شقق فوق، يعني عادي لو عندكم بلكونة ممكن تجيبوا عصايص وتزرعوا في العصايص، وتزرعوا اشياء مثلا زي بصل الاخضر، الجرجير، الخس. دي كلهم حاجات بتقوم يعني طول السنة، فما بس في الصيف.
ممكن عادي تيجوا تجربوا في عصايص لو انتي يدوب كده يعني بس حابة تزرعي وما عندك مكان، ولا حتى لو عندك مساحة جيبي أشياء بسيطة عشان تجربيها أول حاجة لحد ما تتمكني. وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا لحد ما نتلاقى في فيديو جديد. مع ألف سلامة.